أكلتنا لليوم طاووق مع مكرونة بشاميل بطريقة كتير كتير مميزة وكتير كتير طيبة وطريقة جديدة على طريقتي الخاصة. بدنا نص كيلو من صدورة الدجاج، بنحط عليهم ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من البابريكا، نص ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وحصين توم مدقوقين، وملعقتين رب البندورة، ونص كوب من الزبادي، ومنحركن. نرجع بنحط بالمقلة ملعقتين من الزيت النباتي، وبنقليهم بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين. بنحطهم على جنب. نسلق المعكرونة لمدة 10 دقايق، وبنحط عليهم الصوص البشاميل. صوص البشاميل هي كباية حليب ناشف، 3 أكواب من الماء، ملعقة زبدة، نص كوب من الطحين، رشة ملح، رشة بهار أبيض. نخلطهم مع المعكرونة. اول نص كمية المعكرونة نحطهم اول طبقة، نرجع الطبقة الثانية نحط الطاووق، الطبقة الثالثة كمان نص الكمية الثانية من المعكرونة، واخر طبقة بنخلي شي نص كباية من البشاميل، بنحط عليها كباية من الجبنة الموزاريلا. بنحطهم بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين بطريقة مرتبة على الوجه. ورجعت اخر شي، مش مبين انا بالفيديو بس رجعت اخر شي حطيت كمان رشة جبنة، كمان جبنة موزاريلا، حطيتهم بالفرن بهيدا الشكل. عليتها شوي على الرف الأعلى شوي مش الوسطاني. بنحطهم على درجة حرارة 200، تكون الحرارة من فوق ومن تحت لمدة تقريبا 10 دقائق ربع ساعة لتحمر معكم الوجه. وهيك بتطلع معنا صينية الطاووق مع المعكرونة بشاميل بطريقة كتير كتير طيبة. عن جد بنصحكم تجربوها، واللي بيحب يحضرني لايف يفوت لعندي على الساعة 10:30 بتوقيت الإمارات. كل يوم نعمل أكل جديدة ووصفة جديدة، وصحتين وألف عافية.